معظم اللي ضحوا بعد مرور وقت بيندموا، معظم اللي استحملوا وقالوا يلا معلش عشان الدنيا تمشي بعد فترة بيندموا، معظم اللي اتنازلوا عن حقوقهم ووافقوا وقت ما الرفض كان فرض ندموا. مفيش حد ضحى اكتر من اللازم وما اتخذلش، ومفيش حد اتنازل اكتر من اللازم وما اتخذلش. التضحية والاستحمال والمعلش مش هيجيبولك تقدير وحب من اللي قدامك، بالعكس ده يوم ما تتعب وتفكر تتكلم هيقولولك من امتى يعني، ويلوموك لوم شديد ويوصفوك بانك بتتدلع. خدها قاعدة، اللي بيحبك بجد مش هيظلمك، مش هياكل حقك، مش هيجي عليك ويقنعك انك كمان تفضل تيجي على نفسك معاه. العلاقات سواء صداقة جواز خطوبة مش معناها هظلمك واطلع عينيك وعلى قد حبك استحملني، لا، العلاقات دي معناها راحة نفسية وسعادة من القلب. اللي هيقنعك تستحمل ويبيع لك قصة ضحي عشان انت بتحب وتنازل وكده، صدقني والله كل ما تتنازل حياتك هتبقى في النازل. انت مش دورك تضحية وتنازل واستحمال، دورك تعيش على الاقل مرتاح. يا مساء الفل، مساء الجمال، ازيكم؟ وحشتوني كتير كتير. لو اول مره تشوفي القناه متنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو. النهارده الفطار بتاعنا كده كان فطار عادي خالص، اللي هو الفطار يعني مثلا نزلت جبت طلباتي وكده. بصيت لقيت ان اللقمه بتنادي اكلها، يعني لقيت اخويا بيكلمني وجاي. كنت انا جايبه حاجه الكنافه، كنت اعمل كنافه بالقشطه الكدابه اللي هي بالمهلبيه، وجايبه بقى جبنه للسحور، ناقص عندي شعريه لسان العصفور، الكلام ده كله صلصه، الكلام ده جبته. وابتديت ايه، هو مش انا اللي جبته يعني، انا واحده بنتي جابت، انا ما بطلعش اصلا كسلانه. المهم وجبت ال اسمه ايه، جابت لي فرخه، فما كانش كان اخر حاجه عند المحل يعني، فكان 2 كيلو ونص. فبصراحه انا استكترتها يعني، هي كتير، احنا مش اكيله، مش من الناس اللي هي بيحبوا ياكلوا كتير وكده، بنعمل اكل على قدنا عشان يخلص على طول. المهم بقى ان انا عملت المحلول اللي انا بنقع فيه الفراخ، وابتدي اغسلها كويس واشوف انا هعمل ايه. يعني نعمل مع بعض كده خطوه خطوه. النهارده الفراخ من الطرق المميزه عندي اللي انا بحبها جدا يعني، ولادي بيحبوها، وكان يعني اي حد بياكل الطريقه دي من ايدي بيحبها، اللي هي الفراخ بالكاري. ماما الله يرحمها كانت بتحبها جدا من ايديا، يعني كان دايما لما تجيني الموسم اللي هو قبل رمضان ده اعملها لها، بحب اعملها لها، كانت بتحبها يعني، من الحاجات اللي هي كان مميزه ليها. المهم ان انا اغسل الفرخه وانقعها في المحلول بتاعها، ونشوف بقى نعمل الخطوات بتاعتنا ايه واحده واحده كده. انا جهزت بقى الحاجات بتاعتي. انا قطعت حته من يعني من الفراخ، قطعت حته كده اللي هي في النص دي، في الصدر يعني، في النص الكبيره دي، قطعتها شرايح، وهعمل بيها وصفه بقى في يوم تاني يعني. والكبد والقوانص انا بجمعها عشان اعملها في مره واحده. هنا قطعت البصل، فلفل، طماطم، حطيت عليهم ملح، فلفل، 7 بهارات، كركم، كاري، نص معلقه كركم، نص معلقه كاري، ملح وفلفل حسب انتي عينك بتشوفي الاكل انتي بتعمليه ازاي. لان دي انا ما بعيروش يعني، انا حسب عيني انا شايفه ان انا هحتاج قد كده، فبتحطي الحاجه اللي انتي عايزاها. قلبت الحاجات دي كلها مع بعض، واحط شويه زيت في الصينيه، وافرد الحاجات دي عليها. نفرد نص الخلطة، والنص التاني ندعك بيه الفراخ كده، ونحطه على الوش بقى، اللي هي الطبقة اللي بتبقى تحت دي، اللي هي بتتكرمل وبتتاكل بعيش كده، بتبقى جميلة جدا. يعني انا بنتي بتاكلها بالرز، لكن انا بالنسبة لي لو باكلها بعيش. فانا كده بمسكت الفراخ ادعكها كده كويس. انا مقطعه الفرخه 8 عشان تبقى ايه، تستوي بسرعه وما تاخدش وقت يعني الوصفه دي مسافه ما بتعملي الرز خلاص هي بتكون استوت، بتنزل ميتها وتستوي فيها وكل حاجه. ممكن نعملها بالطريقه دي يعني، انتي لو عايزه تعمليها مثلا من غير كركم وكاري، في ناس ما بتحبش الكركم مثلا او كده، مع ان طعمه مميز جدا. هتعمليها من غير الكركم والكاري، ملح وفلفل وكده، و... وهتستوي، تبقى طعمها برضو حلو جدا. جبت بقى حله عشان اعمل فيها الرز، احط شويه زيت، واحط البصلايه، افرم بصلايه. الحله التانية كان عندي شوربه في الفريزر من يوم العزومه، طلعتها، وطبعا لاني انا مش سلقه فراخ فعايزه اعمل لسان عصفور. فلحد المرحله دي انا كنت هعمل لسان عصفور وبس، مفيش عصير ومفيش اي حاجه. احنا هنفطر يا بحاجه سخنه يا بحاجه ساقعه، يعني يوم عصير يوم لسان عصفور، لكن الاتنين مع بعض ما مش يعني مش هيخلصوا اصلا. فكنت هحمر لسان العصفور في الطاسه وبعمل الرز. حطيت التوابل بتاعتي على الرز، حطيت الكاري، الكركم،
والفلفل والسبع بهارات، وقلبتهم شويه مع البصله كده، وبعد كده انزل بالرز وميه سخنه واسقيه بقى. الرز بيبقى حلو بالميه اكتر من الشوربه. هنا كده كنت السمنه سخنت، احط فيها بقى لسان العصفور ونشوف بقى نعمل ايه. يعني انا ولادي بيحبوا لسان العصفور الساده خالص، من غير اي بصل، من غير اي حاجه. هو بصراحه احلى بكتير. اهم حاجه تظبطي الشوربه بتاعتك عشان ما يبقاش معجن وملبت كده وحته واحده. فنقلب لسان العصفور كويس، ونبتدي بقى ايه، اول ما يحمر نحطه على الشوربه. الشوربه خلاص غلت، والرز سقيناه وكده خلاص بيستوي، والفراخ على الشعله التانية برضو بتستوي. اللي هو انا مشغله الاربع شعل والدنيا بتاعتي على طول، لان انا داخله المطبخ الساعه 5 ل10. يعني كان فاضل حوالي ساعه وتلت على الاذان. فاللي هي من الاكلات السريعه عامه، يعني لو جالك ضيف جبتي فرخه عملتيها خلاص، انتي وجبتي معاه من غير ما تعملي مجهود وكده، ويبقى الاكل على طول جاهز وحلو. الاكله دي ممكن تقدمي جنبها طحينه، تبقى حلوه قوي. ممكن مش سلطه خضراء، بس انا النهارده عملت سلطه خضراء في الفيديو ده. بس هي السلطه الخضراء مش قد كده، يعني مش بتبقى حلوه جنبيه. هي سلطه الطحينه وسلطه الدقوس، اللي هي الطماطم والفلفل وكده والثوم، برضو بتبقى حلوه. أنا ولعت الشعلة بقى الكبيرة دي عشان اظبطها، عشان تحمر بسرعة، لان النار ضعيفة جدا. شو انا من اول رمضان بقول لابني روح هاتلي بتاع البوتاجازات، مش عايز يروح يجيبهولي عشان يسلك لي الشعل بتاع البوتاجاز دي عشان تشتغل معايا. حط بقى الطحينة، توم، كمون، شطة، ملح، زيت، ونحط عليهم الطحينة المرة دي مش عجباني. هي حلوة بس مش حلوة، يعني لما بتتعمل كده بالخل وكده مبتبقاش حلوة. تحط على الفول بتبقى حلوة علشان فيها فول سوداني، فهي بالسمسم احلى بكتير. يعني دي تنفع كده تعمل، تحط لها سكر وتتعمل حلاوة طحينية، لكن كطحينة بس كده لا، مش حلوة خالص. فعلا نقلبها كده كويس، نحط لها شوية الخل، ونبتدي بقى ايه ندربها بقى، نحط لها المية ونخففها، اللي هو نظبط القوام بتاعها. انا اخواتي من الحاجات اللي بيحبوها قوي من ايدي الطحينة، وكذا مرة يتصلوا يسألوني عليها ويقولوا لي ما بتطلعش نفس اللي انتي بتعمليها. وانا جهزت حاجة السلطة كمان، السلطة الخضراء حلوة يعني بتشبع مع الاكل. في ناس بتحبها كده تاكلها بالمعلقة بالفطار، مش انا، بعد الشر عليا، يعني ماليش في السلطة خالص. انا خففنا الطحينة، احطها بقى في الاطباق عشان ايه اختصر وقت، يعني انا داخلة من المطبخ متأخر فلازم اختصر وقت. ايه لو عندكم افكار فطار قولولي، عشان انا بقيت محتارة خلاص، يعني انا وصلت كده، انا زهقت اصلا من تحضير الفطار كل يوم. يعني النهارده كده انا هقوم اعمل لهم مسقعة في الفطار، فاللي هي حاجة خفيفة كده سهلة، مش هتاخد مني وقت، وفي نفس الوقت ايه بتأكل والعيش بقى بيبقى لسه جاي كده طازة، فبتبقى حلوة يعني. نحط بقى التوابل بتاعتنا، كزبرة وفلفل اسمر وملح وشطة، مع البصلاية، ندعكهم في بعض كده، ونحط عليها الخل، ولو في ليمون نص ليمونة، ونبشر بقى جزرايه وطماطمية عليها. دي خلطة كده بتتركن على جنب. وطبعا لو في الصيف وبتعملي السلطة من بدري، حطي بقى مع الحاجات دي مكعبات تلج عشان السلطة بتاعتك ما تتبلش وكده. نبشر بقى بشرنا قطايف، نبشر الجزرايه وبعد كده اقطع بقية الخضار. السلطة الخضراء من الحاجات المفيدة، ان انتوا المفروض تاكلوها لاولادكم يعني. بس انا بالنسبة لي هاكلها جنب رز، لكن لوحديها كده لا. آه، ايه اللهم صل على سيدنا محمد. اه ما تنسونيش بقى باللايك الحلو كده،
والاشتراك وتفعيل زر الجرس. اللايك بيرفع الفيديو، بيخليه يتشاف اكتر. هنا كده بقى ايه، نخلص الخضار بتاعنا، نشوف اللي احنا قطعناه. وهنا الفراخ خلاص استوت وشربت الميه اللي هي نزلتها. ابتدي بقى اخد من الصينيه من تحت كده اللي هي الدهان بتاعها الزيت، واحطه على ادهن بيه الفراخ وادخلها تحت الشوايه على طول تاخد ايه، تاخد لون. وهنا السلطه قطعتها كلها وقطعت الخضره وكله. هبتدي بقى احط عليها اللي هي الجزر والطماطم والملح بتاعها يعني، واقلبهم. هنا كنت بعمل وصفه تانية بس اللقطه جت، هتشوفوها الفيديو الجاي، اللي هي الكنافه بالقشطه الكدابه. هنا كده طلعت الفرخة، هشيل شوية الخليط دول احطهم في طبق برضو عشان بنتي كان حابة ان هي تاكلهم مع الفطار، وهما سخنين كده. اول ما الفراخ بتستوي بتحب الصوص ده يبقى جنب الاكل كده، بتعمله بالرز. فالكرمل بقى حلو قوي يعني، البصل مع الخضار مع كده مع الفراخ، لا طعمها تحفة. وشارب بهاريز بقى بالهبل. ده كده الرز طالع عظمة على عظمة يعني. دي الصينية يعني بنزل صينية صينية. دي الصينية الأولانية السلطة والحاجات اللي زي كده، وبعد كده الرز والفراخ والعصير بقى حد تاني بيشيله.